مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. احمد طاوي وياكم، رجعنا اليوم بحلقه جديده. حلقه اليوم من الحلقات اللي لقيت بها عطر احسن من كنت ادور عليه. كالعاده هي تلبيه لطلباتكم، هالمره مو طلب بديل، لا هالمره طلب نوته من اكثر النوتات اللي تنطلب يردوها بسعر رخيص. هي النوتة الباودرية. دائما تيجي رسائل احمد القانا عطر سعره مناسب جدا ونوتة باودرية ويكون فشي ممتاز. جربت هواي عطر باودرية، هواي عطر بدائل، ما لقيت العطر اللي اقدر اطلع اتكلم عنه بدون ما يكون بيه عيوب. انا ذكرت بالفترة الاخيرة انه دا احاول العطور اللي بيه عيوب ما اطلع اتكلم عنها بحلقة معينة لان حيضيع وقتكم، خصوصا اذا كان العيب بالاداء جدا قوي او بنوتة صناعية اوفر، حتكون حلقة بس مجرد تضييع لوقتكم. فالعطر الا اذا يكون ممتاز يلا اطلع اتكلم عنه حلقه، او عطر براند مسوي ضجه وحتى انصحكم به او احذركم من عنده بذكر سلبياته. فكنوته باودريه بعطر يعني موجود السوسن لازم يكون موجود بوضوح قوه يعطيه طابع الباودري. زين، النقطه اللي اقدر ادورها انه عطر ينفع بالصيف وينفع بالشتاء، يكون منعش ويكون نفس الوقت قوي الدرجه انه ممكن تقدرون تستخدموه بالشتاء. فجربت هواي عطور باودري مثل ما قلت ما عجبتني الا جربت عطر ليالي الحب. طبعا عطور اللي اختبرتها كعطور نسائيه بدائل انتو اللي نصحتوا بيها، اختبر هذا العطر اختبر هذا العطر. فمن اختبرت هذا العطر توقف البحث وقررت ان اسوي لكم حلقه عنه. العطر صار فتره طويله عندي بس كنت اجرب عطور اخرى باودريه، وصل السنه هذا جربته لا خلاص قلت لازم اسوي حلقه. عطر ليالي حب من مسك العبير. طبعا كشكل بالبدايه الشكل مثل ما تشوفوه كلش حلو، لون ابيض كتابه ذهبيه بارزه، حبيت الشكل. الكواليتي جدا جيد بالنسبه للعطر سعره رخيص، لان هذا عطر سعره 25000 من البدايه اقول 25000 دينار، يعني اقل من $20. العطر يجي بيك علبه جدا حلوه ويجي وياه معطر. المعطر الهديه حيجي وياه العطر، ما حتحتاجوه ولا تحتاجون تستعملوه لين ما تحتاجون تقوون العطر. من البدايه اهم نقطه لازم اذكرها الاداء، فاختصر وياكم من البدايه واقول لكم الاداء مالته فشي جبار معنى الكلمه. يعني حتى وان كنت انت من البنات اللي العطر ما يثبت عليك رشيه على الملابس، لا ترشي على بشرتك، رشيه على الملابس والعطر حيكون فواح 12 ساعه. 12 ساعه العطر موجود بدون مبالغه. اداءه جدا جدا قوي، واحد من اقوى العطور البدائل اداء. زين، مع الاداء القوي بالعطور البدائل تيجي النوتات الصناعيه تكون اقوى او يكون العطر مزعج اكثر. بهذا لا، العطر قوي، لا تفهموني غلط، يعني عطر مو عطر خفيف ومن العطور الهادئه اللي تكون بسيطه ومليانه ورد، لا، لان نوتة الباودريه قويه وبنوتات زهريه، بس نوتة الباودر جدا جدا قويه. نوتة الباودريه اقصد نوتة السوسن، يعني عطر بدون ما رشه العطر جدا قوي من السبراي المستعمله طبعا، بس يعني قصدي الباقي بالسبراي هو جدا قوي اقدر اشتمه، فشي جبار. اداءه جدا جدا ممتاز. ها رشه العطر. طبعا رشه بصراحه واحد من افضل عطور مسك العبير شايفه كاوبتمايزر، الرشه جدا جدا ممتازه مالته، بس رشه شوي عن قرب ولا تزيدون رشات. هذا عطر قوي جدا مثل ما قلت. العطر جربوا بالبدايه رشتين، كحد اقصى رشتين بالبدايه، وحتى بالصيف العطر جدا جدا قوي. يعني شوف عطر موجود بقوه برشه واحده ملء الغرفه. العطر حشموه بالبدايه هو الحشموه بالنهايه، لان عطور مثل ما اقول البدائل صعب انه تتغير. هذا مو بديل عطر معين، هاي الشركه مسويته كعطر باودري يطي هواي على العطور من نارسيسو ومن عطور السوسن بصوره عامه، لان هو نوتة السوسن مثل قويه الشابه وهي هواي عطور بيها نوتات زهريه، بيها نوتة فاكهيه خفيفه، ما بين شنو بوضوح بصراحه. يعني عبالك مال مشمش، عبالك مال خوخ. طبعا دق الجرس ورحت ورجعت، واول ما طبيت الغرفه ريحه الغرفه في الشيء، لا اداء وحش بصراحه. فمثل ما اقول نوتة السوسن لما تكون بارزه تشبه هواي عطور، بس هذا العطر تحسون به ازهار بيضاء. طبعا بالنوتات البدائل ما حتقدرون تشمون نوتة الازهار البيضاء وتفسخوها مثل العطور البراند والعطور النيش، حتكون كرائحه وحده موحده. فكرائحه موحده بها رائحه ازهار بيضاء بطريقه صناعيه اكيد بس جميله. فالعطر بصراحه كعطر مميز، عطر باودري مميز، يشبه عطور اخرى بس هو مميز بحد ذاته. لان اني ما يربط عندي مثل ما اقول بعطر مباشر، اني شامه او مختبره من عطور النسائيه الباودريه. فحتى وان كان بديل العطر معين باودري، هذا العطر انا ما شامه، فالعطر مميز. الرائحه مثل ما ذكرت اللي بالبدايه تستمر للنهايه ما تتغير، فالحشموه البدايه مستمر للنهايه بس بطريقه اهدى. كل ما يمر وقت العطر حيهدى عليكم ويصير بطريقه اجمل بعد من البدايه، لان بالبدايه يكون كلش قوي العطر. فهذا من النهايه اللي يردون عطور باودريه ويردون اداء، وانا ادري ايش قد احنا نحب الاداء، اداء قوي خصوصا بالصيف، وما يلامون بصراحه لان صيفنا يعني بالعراق خصوصا جو جدا جدا حار وصعب عطر يصمد بهذا الحر. هذا العطر يصمد بكل سهوله بحر العراق. ومثل ما اقول ممكن تستعمليه بالشتاء بس هو صيفي اكثر، يعني هو الانتعاش به اكثر ما يكون عطر شتوي. فبنهار الشتاء ممكن تستعمليه عادي، بليل الشتاء شويه لا، حاولي تلقين عطر شويه اقوى من عنده ويكون دافئ اكثر. ماكو مانع، بس
اذا عندك بديل لا استخدمي البديل اللي يكون عطر شتوي. فعطر ممتاز ينفع لكل الفصول، كل الاعمار يقدرون يستخدموه، ما اشوف مانع انه موظفين طلاب يقدرون يستعملون هذا العطر بصراحه، لان عطر ينفع للجامعه وينفع موظفات كذلك بالشركات بالدوائر الدوله. عطر ممتاز وفواح، عطر يعطي رائحه نظافه باودريه مع ازهار بيضاء مثل ما قلت، ونوته فروتيه خفيفه جدا. فعطر رائحه ممتازه، اداء ممتاز، ثباتيه ممتازه، وفوحان قوي جدا. يعني بالذات الفواحان، لاكو عطور ثباتيتها قويه بس الفواحان ما يستمر، فواحان الا واحد يقترب يلا يشتم العطر. هذا عطر جدا فواح، ولهذا انا قد ما تحتاجون تستعملون البادي سبراي مالته، لان بصراحه العطر جدا قوي. بس هو حلو منظر البادي سبراي مالته، بس ما تحتاجون تستعملوه، حتى ما تحتاجون تشيلوه بالجنطه وتقوون اداء العطر. اذا تستعملون ممكن وحده، ما اختبرت اداء للامانه البادي سبراي وحده، بس مثل ما قلت هذا يسطر. البادي سبراي حيكون مجرد اذا تردين تطيل اختك تطيل صديقتك، وهذا العطر استعملي حيكون جدا كافي. لا تكثرون بالرشات، اذا تكثرون بالرشات حيكون عطر قوي اوفر حتزعجون دار مداركم. رشتين 3 جدا كافي. فالعطر ممتاز، شكله حلو، كواليتي بالنسبه ل 25000 جدا ممتاز. الاوبتمايزر واحد من احسن الاوبتمايزرز اللي شايفها بشركه مسك العبير بصراحه، رشته جدا جدا حلوه. فالعطر جدا حبيته، وبما انه حبيته اكيد راح اوفره على البيج مالتي. كعطر سعر مناسب باودري للي ما عندهم امكانيه يشترون عطور باودريه باسعار اغلى. ندري احنا اسعار العطور الباودريه البرانز تكون 100 وفوق ال 100 دولار، هذا اقل سعر. ممكن العطر باودري ممتاز. فعطور البدائل كالعاده انصح باقتناء اللي ما عندهم امكانيه يشترون عطور براندز كخيار بديل، كخيار امثل، واكيد احسن 100 مره من الشركات اللي يدعونهم ما عندهم خلطه من الشركه الام والشركه الفرنسيه سمحت لهم يسوون عطر، وهذه الافلام اللي مليانه من عندها بصراحه، اللي هي هم عباره عن عطور تعبئه يبيعوها زجاجات احلى. فانا دائما اركز اذا ماكو امكانيه البدائل خيار ممتاز. والبدائل انا دائما احاول لان هي بديل فاحاول انه ارخص البدائل اوفرها. اكو بدائل من ارماف يطلبون من عندي اسوي لها حلقات، من شركات اخرى من لطافه اسعارها غالي جدا غالي، فانه كعطر بديل ما يصير سعر غالي. اذا سعر غالي شكو دا اشتري بديل، اشتري براند، لازم السعر يكون مناسب. فعطر ممتاز يصلح جميع الاعمار، بكل مواصفات الرتوه كعطر باودري جميل. بس رجاء اذا العطر كان عليه قوي استعملي رشه واحده، لا تستعملي حتى رشتين، لان مثل ما دا اقول عطر قوي الرشات الاوفر حيروح جماليه العطر. رشتين بالزايد 3، تذكروا هذا الشيء. فاتمنى انه اللي بيا طلباتكم هذا العطر، لقيت لكم العطر الباودري اللي تدورون عليه، وكتبوا لي همين بالكومنتات شنو العطور الاخرى او النوتات الاخرى اللي تردون القى لكم عطر ممتاز بسعر مناسب لها. كتبوا بالكومنتات، لان بصراحه انا ارتاحت من سويت هالحلقه. انا حتى بعد ما تظل تجيني طلبات على عطر باودري، اللي يريد بعد عطر باودري راح اعطيه رابط الحلقه واقول لهم روح على هذا العطر باودري ممتاز بسعر مناسب. فبالنهايه 25000 اكيد يستحق الاقتناء. تابعوا الانستغرام، انا دائما انشر ردود افعالكم، خصوصا ينزلون ستوريات ويكتبون انه من يشترون عطر شنو رايهم بالعطر، انزلها على بيج العطور. بيج العطور دا يصير اكثر مخصص للعطور، وبيج الاول دا يصير الفقرات اصل وفصل وتحذير وتقريبا منوع. فتابعوا بيج العطور وشوفوا ردود الفعل. فبالنهايه اذا عجبتكم الحلقه سووا لايك، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تكتبون الكومنتات تشترون حلقات اخرى. فاشوفكم فيديو جديد مع عطور اصل وفصل. مع السلامه اصدقائي.